بصراحة ممكن تلاقوني في الفيديو ده مستعجلة شوية، بس صح، هو انا مستعجلة ومش شوية بس، ده كتار. وطبعا كان بدي اخمر الفاصوليا وكده، وجوزي قال لي قدامك ساعة ونص وهاجي الاقي الاكل جاهز. وانا طبعا كنت لازم اخلص الاكل ده في ساعة ونص، والحمد لله ربنا قواني وكده. وهتشوف انا هعمل ايه معاكم. اول حاجة بعد ابني جاب فاصوليا، الفاصوليا الناشفة دي يا بنات اللي بتبقى مطولة دي وبيضة بيضة فاتحة كده. وطبعا لازم تتخمر من الصبح اقل حاجة، يعني لو هتخمرها بمية باردة لازم تتخمر يجي 4 ساعات 5 ساعات عشان حجمها يتضاعف. ما انا طبعا مش معايا وقت، انا بدي اعمل الاكل في ساعة ونص. ما طبعا عملت ايه بقى، غليت المية، واول ما المية غليت بطفي وببدأ انزل بالفاصوليا واديها تقليبة بالمية السخنة دي، وهغطيها وهسيبها يعني بالكتير خالص ربع ساعة. وتلاقي ما شاء الله حجم الفاصوليا كبر، وفي ثانية يعني يخمر لك معاكي وتضعف بقى حجمها. جربوها لو انتم مستعجلين، ومش هتلاقوها فيها فرق من متخمرة بمية ساقعة. والله يا بنات بتبقى بتنجز، وفي نفس الوقت يعني ايه، اوقات ايه بتشيلنا من ازمات زي كده، ممكن اوقات بيجيلك ضيوف على فجأة كده. وبصراحة يعني الموضوع ده بينجزني لان انا احطها في مية سخنة وكده. اما ده وفي وقت طبعا بروح بقى مخمراها وكده بمية ايه باردة وكده. ما طبعا عشان مش في مية، مش في وقت، ما روحت مخمراها بمية وكده يعني ايه سخنة وكده. وبعد كده بقى جبت بصلية كبيرة حلوة كده ما شاء الله عليها وقشرتها، وزي ما انتوا شايفين كده بخرطها وكده. طبعا انت حابة تخرطيها ناعم خرطيها، حابة تخرطيها خشن شوية خرطيها، زي ما انت حابة خرطي. انا بصراحة هنا مش كنت خرطتها ناعم قوي لان طبعا مستعجلة ما بدي انجز، فاهمين انتوا اللي بتبقى مستعجلة دي عايزة تخلص وراها حد وكده. ما طبعا ايه هو ده اللي انا كان بدي اعمله، بدي انجز وخلاص، المهم ان انا اخلص. المهم الحمد لله ربنا قواني وقلت بسم الله وبنا يلا على الحلل ونجري. نزلت بقى بالحلة وحطت فيها البصل ومعلقتين سمنة، وانتوا حابين بقى تزودوا سمنة زودوا، حابين تقللوا قللوا، وده بقى ايه على حسب الحاجة انتوا بتحبوها، او على حسب الاكل اللي انتوا يعني ايه متعودين عليه وكده. في ناس بيحبوا يعني ايه الدهون دي زيادة شوية، انا بصراحة بحب الاكل اللي بيبقى مظبوط من ملح لطبيخ لاي حاجة تبقى مظبوطة. ما دي بقى اللي يعني تحسي اللي هو بيدخل الدماغ، ودي الاكل اللي يتاكل اللي هو ايه يبقى مظبوط، ولا سمنة كتير ولا ملح كتير ولا بصل كتير ولا طماطم كتير، لا تبقى الاكلة مظبوطة مظبوطة. طبعا فضلت احمر في البصلاية واحمرها يا بنات ايه 3/4 كده يا دوبك ايه اللي هي تدبل وكده زي ما انتوا شايفين. اول ما بدأت تدبل معايا بنزل على طوالي بحبة طماطم كده. طبعا انتوا بتبقوا فارمين الطماطم على حسب الكمية يعني. انا هنا عاملة ربع كيلو لوبيا فاصوليا. اللوبيا انا بتلخبط ما بين اللوبيا وما بين الفاصوليا، هي فاصوليا. وطبعا زي اي ست مصرية شاطرة بعد ما كبت الطماطم حطت في الشفشة حبة مية ورجيته، رديته كده كويس، وبعد كده نزلت ايه في الحلة بيه. وبعد كده حطيت بقى كمون وفلفل اسمر وملح، وحطيت مرقة ماجي عشان تظبط الاكل وكده، عشان مش كان عندي شوربة وكده. ما انا بستبدل يعني مش في شوربة بستبدلها إيه اسفة بمرقة الماجي وكده، وبتبقى بصراحة جميلة يعني وبتنجز. وفي الحلة التانية طبعا او على العين التانية جبت الحلة وسخنتها، ونزلت طبعا بمعلقتين سمنة وكده، وهنا هسيبهم بس يسيحوا شوية. وبعد كده هروح نازلة بقى ايه بالشعرية وكده. وممكن تنزلي بالسمنة دي نصها زيت ونصها يبقى سمنة زي ما انتي حابة، يعني انتي حابة كله سمنة ماشي، حابة كله زيت ماشي، بس انا افضل تبقى سمنة وزيت مش سمنة بس، يعني مش تعملوا زي ما انا بعمل. بس عشان مش كان في زيت بصراحة ما انا عملت بقى في كله سمنة وخلاص. بس يعني لو هفضل يبقى سمنة على زيت. ونزلت بقى بالشعرية وكده، وابدأت اللي انا اقلب اهو. والكيس ده والله يا بنات كان ضايع ولقيته في التلاجة. سبحان الله، اوقات الحاجة بتبقى ضايعة ولما مش بتعوزيها بتلاقيها. وده اللي حصل معايا، يعني انا في يوم اصلا مش كنت عايزاه
ومش عارفة بفتح درج التلاجة دي مخليه يعني للدقيق وحاجات تانية كده خاصة. بفتحه كده لقيت والله فيه يعني ما شاء الله يعني كيس سكر، ولقيت كيسين مكرونة، ولقيت كيس شعرية، ولقيت دقيق، ما شاء الله لقيت فيه خيرات، خيرات يعني. ما طبعا انا ببقى حاطه في حاجه وببقى ناسياه، عشان طبعا في الصيف عندي شقه بتبقى حاره، لما ببقى حتى الفاصوليا والحاجات الناشفه دي بره بلاقيها سوست بصراحه. بعدين كنت الاول الدرج ده مخصصاه للطماطم جرد التلاجة ده، فبعد كده بقى خصصته بقى للنواشف، للدقيق، للشعريه، للمكرونه، للحاجات دي. وكنت بقى اني ناسيه خالص ان انا حاطه اصلا في الدرج ده حاجه، ما بفتحه بالصدفه كده يعني ما شاء الله لقيت بقى من خيرات الله. والله الحاجه بتنفع، يعني لما بتنسي حاجه او كده وتيجي تلاقيها في مره تانية بتنفع، ما فيش حاجه بتخسر. يعني كيس السكر طبعا نفعني، والشعرية نفعتني، والمكرونه نفعتني، كل حاجه نفعتني. وخلاص بقى هنا يبقى زي ما انتوا شايفين كون بقى الشعرية احمرت وخدت لون ذهبي كده جميل، ونزلت بقى بحبة مية، ونزلت بقى بالمعلقة ملح. وهنا هحط بقى مية قليلة شوية، عشان ده بقى يبانت الرز الجديد، ده الرز الجديد، اخيرا بيضنا رز جديد اخيرا. طب انا لسه مبيضة يعني، قولي بقالي يجي 3 ايام، ايوه بقالي يجي 3 ايام او 4 ايام. بصي يا بنات دي مش حاجة وحشة ان انا بشيلها من قلب الرز وكده، لا اوعي تفكروا دي حاجة وحشة. المعلقة دي انا كنت بقلب بها في البصل، وكانت ماسكة بصل، والبصل لما كنت بقلب الشعرية مسك في البصل، ما طبعا احمر جامد ومش ظهر الا لما انا حطيت المية وكده، يعني دي مش حاجة وحشة، دي بصل، بس بصل محروق. وادي الفاصوليا اهو، بصوا ما شاء الله حجمها اتضاعف، وفي ربع ساعة بس اهو كانت. بصوا الطماطم يا دوبك لسه متسبكة اهو، شايفين ما شاء الله. هنا طبعا مسكت الرز اهوت وهديله تقليبة اهوت، بصوا مفلفل كده وجميل جميل، يعني هو بقى 2 دقيقة بس وهقفل عليه وخلاص. شوف انا عليا حبة رز يا بنات مش على حد الرز بيطلع مفلفل كده وجميل. وخلاص بقى هنا التخديعة اهوت، همسك بقى الفاصوليا غسلتها زي ما قلت لكم تحت الحنفية كده شطفة و2 و3، وهنزل عليها بالتخديعة وكده طبعا بقى مش هنحط توابل خالص، عشان احنا حطينا التوابل من اول التسبيكه وكده. حطينا كمون وفلفل اسمر، وحطيت تاني يا رب، مرقه ماجي، مش فاكره بصراحه حطيت ملح ولا لا، بس انا يعني طبعا ظبطت الاكل وكده، انا يعني من عادتي وكده لما بخلص الطبيخ وكده بدوقه برضه، يعني اشوف الحاجه متظبطه ولا لا. في ناس مش بتدوق، يعني في ناس يقولك لا انا بنعرف نظبط الحاجه، لا انا بدوق الحاجه عشان اعرف الحاجه مظبوطه ولا لا، عشان مش اجي احطها ويكون حد غريب قاعد ويقول اخيه ده دالع، هو مش عندهم ملع، اخيه ده مش ظابطه، لا. ما انا بصراحه بحب ادوق الحاجه واشوف الحاجه واظبط الحاجه. الناس بقى اللي مش بتدوق دي مع نفسيها مش معايا يعني، انا بصراحه بدوق. المهم بقى خلصنا العشاء، وبصراحه كنت قعدت، يعني مش هقولك بقى اللي انا اتعشينا وقومت طوالي، لا انا قعدت يجي ساعتين بعد العشاء، وبصراحة مش كنت قادرة قسما بالله والله يا بنات. طبعا كنا بناكل سفندي وكنا برتقان وشربنا لبن، بص احنا هيصنا الدنيا والله كنت قاعدة مكسلة اقوم اغسل معلقة، مش طبق، معلقة كده. يعني المواعين دي انا غسلها قرب الساعة 11، يعني احنا ما شاء الله متغدين بدري او كده، بس انا مش كنت قادرة والله. انتوا عارفيني لما باجي اغسل بدري بقولك يا بنات انا غاسله بدري ومخلصه مطبخ ومشطبه، ولما عندي كسل كده جوايا برضو بطلع واقول لكم انا ما بتكسفش. المهم بقى مسكت بقى جبت سلكه وحبه صابون، والصابون زودته طبعا حبه ميه صغيره، يعني عشان برضو يرغب كده، مش بزود ميه كتير. وخلاص بقى بدأت بقى اول حاجه بالكبايات، عشان طبعا الكبايات يعتبر احنا كنا شاربين فيها لبن، ما يعتبر زفرة. ما طبعا رحت ماسكاها وكده، اول حاجة صبنتها، وفي نفس الوقت عشان اركنها ومش في حاجة بقى تتكسر والكلام ده. اللي طبعا انا عندي ما شاء الله ايدي بتفلت والله يا بنات، يعني
اليومين دول يعني ايدي مش فيها اعصاب خالص والله يا بنات. قسما بالله التليفون وقع مني اتدغدغ، حرفيا شاشته اتدغدغت بسبب اللي انا بقيت بمسك اي حاجة مش فيها اعصاب، بلاقي دي فلتت ازاي اصلا مش عارفة. وربنا يقومني بالسلامة يا رب، ويعدي الشهرين دوت على خير. اللي انا والله يا بنات بقيت باخد نفسي بالعافية، وبقيت بنهج، وبقيت بتعب، ورايا ترويق كتير ومش قادرة اروق. وربنا بقى يعيني ويعين كل اللي زيي والله يا رب، يعني يدي كل مشتاق يا رب. وطبعا عشان دي ممكن مش اول مرة برضو في الحمل وكده، ما طبعا الحمل تعبني جدا جدا يا بنات والله. يعني بعاني من الحمل بطريقة فظيعة، بنهج. باجي اطلع ولا اعمل حاجة بنهج، عايزة 24 ساعة نايمة. قسما بالله انا بمنتج معاكم الفيديو وانا حرفيا نايمة على ظهري والله يا بنات. اللي انا مش فيا حيل هتنفس حتى. ما ربنا يا رب يقومنا بالسلامة انا وكل اللي زيي، ويدي كل اللي زيي. وسامحوني ده بطول في تنزيلات الفيديو والله يا بنات، بتبقى غصب عني والله كمان بتبقى غصب عني. اللي فيه بنوتة انتي مش نزلتي ليه او كده، لقيتها بحتالي وكده. قسما بالله انا ببقى نفسي انزل لكم كل يوم فيديو، ببقى نفسي. انا عايزه ان انتوا تبقوا جنبي وانا جنبكم، مش عايزه ابعد. اليوتيوب بيحب اللي انتي كل يوم بتنزلي، فاهمين؟ عشان انتوا مش تنسوني. ما طبعا اني بدي انزل كل يوم بدي انزل كل ساعة مش كل يوم. بس بقى التصوير بيتعب، بيدشدش الجسم، مش ببقى قادرة. ما ربنا يعيننا يا رب وكلنا. ما ان شاء الله انا يا بنات زي ما انتوا عارفين بنزل يوم ويوم، لا انا بصراحة مش هقدر ان انا انزل كل يوم. يعني بنزل يوم ويوم والله، وبقالي يجي 3 ايام اهوت ما نزلتش ولا فيديو. مش نزلتلكوا الا فيديو كده مقطع صغير كده وخلاص، بسبب ان انا مش فيا يعني نفس، مش فيا حيل. ما طبعا شجعوني كده، شجعوني في الكومنتات، ممكن اتشجع وانزل. ما طبعا خلاص بقى يا بنات كده كنت قربت اخلص المواعين. وطبعا زي ما انتوا عارفين يعني المواعين تبدأوا بالحاجات الخفيفة، وبعد كده بقى الحلل والكلام ده. الحلل بصراحة يعني بتاخد وقت وكده. وكان عندي قسما بالله يا بنات المطبقية مليانة مواعين، يعني دوبك شلت بس اللي فيها كده، وعشان اللي انا اعرف اصفي دول وكده. يعني بغسل مواعين واحطها في المطبقية، ويبقى قبليها شايلاهم، يعني شايلة مواعين تانية يعني. لان طبعا عاملة المطبقية النص اللي تحت ده عاملاه زي تصفية كده، اللي هو يعني المواعين تتصفى وفي نفس الوقت تتصفى تحت، يعني المية اللي تنزل على الحوض عشان مش تبهدل الدنيا. وطبعا الكبات وكده انتوا عارفين ان انا عامله لهم يعني مصفى خاصه اهو. طبعا كله عامه يعني بيعرف يغسل المواعين، من انا مش بحس ان انا مهتمه بان انا احكي على المواعين او كده. طبعا احنا كلنا شطار، يعني ما شاء الله في بنات بيبقى عندهم ب9 سنين وال10 سنين وما شاء الله، يعني بيخشوا المطبخ ويغسلوا المواعين. وده يعني دي حاجة حلوة عامة مش وحشة ان انت تدخلي بنتك، بس اهم حاجة تبقي انت معاها. لازم تبقى عينك معاها، مش ينفع انت تبقي سايباها في المطبخ لوحديها. اللي المطبخ ده زي ما هو حلو زي ما هو خطر، يعني ربنا يكفينا شر بلاوي المطبخ والله يا بنات. اهم حاجة عيالكوا ده يخشوا المطبخ يبقى انتي جنبيهم، حتى لو هيغسلوا طبق او معلقة، لو هتجيبي كرسي وتقعدي جنبها، بس مش تسيبيها لوحديها. اللي هي برضو في نفس الوقت ممكن تفتح غاز، ممكن لا ده بنتي كبيرة، ده بنتي ناصحة، هي 10 سنين لا 10 سنين صغيرة مش كبيرة. احنا نفسنا او في امهات والله يا بنات بتتعرض لخطر بسبب البوتاجاز، بسبب الكتل، بسبب الخلاط. ما طبعا دي اطفال، يعني خشوا كده واسألوا على اليوتيوب ايه المطبخ ينفع ندخل بنتنا ومش نبقى واقفين معاه او كده، هتلاقوا في بلاوي، في نصايب مش بلاوي. ما طبعا خلوا بالكم جدا جدا من الاطفال اللي بتبقى صغيرة وبتدخل المطبخ، خلوا بالكم. ما المهم دخليهم بس تبقي انتي معاهم،
تبقي انتي واقفة قدامهم، تبقي انتي شايفة هما بيعملوا ايه، مش ان انتي سايباهم وخلاص واعملوا اللي في نفسكم فيه. لا، يعني ابني ما شاء الله عنده يجي داخل اهو على ال8 سنين، ما هو من النوع ايه بيحب يدخل المطابخ وكده، انا بفضل ازعق له على هو عامة. لا ده ولد ممكن عشان كده بتزعله، لا هو الولد عامة عادي يدخل المطبخ، عادي اللي هو يطبخ، عادي اللي هو يساعد مامته، دي مش فيها حاجة. اللي فيه شيف بيطلع وبيطبخ زي الشيفات اللي بتطلع في التلفزيون، بس أنا ببقى خايفة اللي أنا أدخله على البوتاجاز أو هو نفسه في حاجة يتعلمها أعلمه، ملان كده أذيه. ما بصراحة يعني ايه ببعده خالص، بعيد حتة ايه البوتاجاز وكده. ما عشان كده بقول لكم حاولوا قد ما تقدروا. لا البوتاجاز لا، إيه اسمه دي يا رب الكاتل لا، إيه اللي اسمه دي تاني يا رب الخلاط لا، الحاجات الكهربائية ديت بتأذي، ما بلاش منها، احسن احسن احسن. والله يا بنات يعني انا بنصحكم بس مش اكتر. ما طبعا اللي عارف نصايح عن كده يكتبلكوا تاني تحت في الكومنتات، اما دي اخر لان هو دي غلط، مش تدخلوا المطابخ يا اطفال، الاطفال عايزين لعب. بس ما ممكن يعني ايه يرتبوا ايه. عايزة انام والله يا بنات، حرفيا بدي انام، عايزة انام عمالة نعبس. اللي انا والله يا ابني النهاردة عملت شغل موت موت، يعني الفيديو ده اصلا معايا يجي بقاله يجي 3 ايام وانا مش قادرة امنتج وكده. ما النهاردة بقى ايه روقت اوضة النوم وغسلت هدوم على العادية ومسكت الصالة نكتها وخلاص بقى شلت السجادة الصغيرة بتاعت الصيف ديت وحطيت بقى السجادة الكبيرة خالص بتاعت الصالة. ان شاء الله هصورها لكم كده وابقى اوريها لكم الصالة وكده، عشان دي مفاجأة عندكم كبيرة كبيرة كبيرة، بس مش دلوقتي، خلي المفاجأة وقت المفاجأة. وطبعا النهاردة حرفيا اتعجنت وطلعت الرابع، نشرت السجادة الرابع، عارفين يعني الرابع اتنفخت. غير النشير وده كله بيبقى مجهود، عشان دلوقتي نايمة حاسة ظهري لازق في المرتبة كده. هنا ما تضربوش، هنا كل المواعين بصراحة وقعت، يعني المطبقية كانت متروسة مواعين طص فوق دماغي. اه خلاص بقى شلت شطفت بقى اللي وقع، وهرجع بقى يعني اكمل على الحوض وكده. والله يا بنات لما بتخلصوا من بالليل احسن 100 مرة، يعني الشغل اللي انا خلصته ده بالليل عمل معايا النهاردة انجاز كده. اه الشغل بيخلص بالليل ده لا ده بيبقى راحة نفسية. اه طبعا الحلقة دي زي ما انتوا عارفين انا كنت عاملة معاكم مرة تانية، والله ما فاكر الحلقة دي احنا كنا طبخين فيها ايه فاصوليا ورز صح. الواحد نسى يخرب بيت ام الزهايمر، ده انا عندي الزهايمر موديني في داهية، ده انا خايفة ان انا امشي وانسى عيالي. اه خلاص كده بقى الحلل، اهم حاجة الحلل كده يا بنات خلصت، وبتبقى بصراحة معجزة. مهما الحلل خلصت وكده هتبقى خلاص بقى. انا برضو لما خلصت الحوض وكده يا بنات رحت بقى ماسكة البوتاجاز وبالسلكة وبالصابون وفضلت ادعك فيه، طلعت عين اللي جايبينه بصراحة، كان محتاج غسلة جامدة، وانا مسكته بالصابون بقى والسلك وادعك. قلت بقى احنا ايه سهرانين، اللي كان اصلا بنتي في الوقت دي مش كانت راضية تنام، يعني ابو ادم نايم وادم نايم وكله نايم، يعني كان عندي الشقة هس ما عدا روفان بنتي مش راضية تنام، مستحيل راضية تنام. ما كانت في الوقت دي مش راضية تنام، وفي نفس الوقت احنا الاتنين قاعدين مع بعض. ما انا بص ماسكة كل حاجة ودعك دعك 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 فرش كده، لازم ايه كل حاجة تدعك. قلت ماما كده انا قاعدة وهي الباش مهندسة مش راضية تنام، لا خلينا اعمل ايه كل حاجة بقى من بالليل وكده. اللي هي بتروح حضانة والله يا بنات، وراها حضانة الصبح، بس مش عارفة ايه اللي بيسهرها قوي كده، بس هو العيب مني عشان اوقات بنيمها بصراحة في النهار المهم بقى خلصت الحوض وزي ما قلت لكم مسكت البوتاجاز واديته بقى غسلة معتبرة محترمة، وبصراحة كان محتاجها. راحت بقى ايه رصة حلو كده، وهوريهولكوا برضه يعني لما اخلص الحوض وكده هوريهولكوا. وهنا برضه الحوض برضه مسكته كده وشطفت السيراميك، واجهة الحوض كده نضفتها
اهوت. وكده بقى يعتبر الحوض خلص. تعالوا بقى اوريكم ايه البوتاجاز. بس بصوا الحوض لما نضف عمل ازاي. بيضة قشطة 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 يا ناس. او البوتاجاز بيضة مهلبية معانا مهلبية ومعانا قشطة. اللي في نفس حاجة يجي يقول له انا هديهله. بصوا البوتاجاز خليته بافتة بافتة كده يا بنات. تسلم ايدك يا منى.